من جوز أمي. ما كنتش متخيلة إنه يكون كده خالص، فعلا بجد. أنا مصدومة في اللي حصل منه، ومش قادرة أتخيل إنه كان ممكن يعمل كده ولا يفكر أصلا كده. هحكي لكم الحكاية بالتفاصيل. أنا اسمي هنادي محمد، وعندي حاليا 37 سنة. القصة بدأت وأنا عندي 19 سنة، بعد طلاق أمي من أبويا يجي ب3 سنين تقريبا. ماما كانت ست جميلة لسه في عز شبابها، كان معاها 3 أطفال، أنا و2 أخواتي تانيين، وأخواتي كانوا لسه صغيرين قوي، والحمل تقيل جدا عليها وحدها. بس مش قصدي حمل المصاريف، لأن أمي ست بمليون راجل وتعرف تدبر القرش كويس قوي، والحمد لله يدها كانت في التجارة ومكسبها واسع بفضل الله. بس أنا كنت حاسة بيها، الست طول الوقت عايشة دور القوية اللي مش قادرة تضعف، وما ينفعش تضعف، وما ينفعش إنها تكون غير القوية اللي قتلت أنوثتها، خلتها دايما شايلة هم. أمي كانت ست شكلها من بره يجنن، أجدعها راجل، بس للأسف هي بقت ناسية نفسها، ناسية يعني إيه حنينة قلب، ودايما كانت متوترة، وحالتها ما كانتش أحسن حاجة أبدا، واتغيرت معانا، وبقت شوية بشوية تتصعب علينا بدرجات غبية جدا. أنا كنت فاهمة كويس إن الحمل على أمي تقل قوي، وهي خايفة ومش قادرة تشيل المسؤولية وحدها، وهي محتاجة راجل يصلب طولها، وهي بتربي 3 ومن غير سند، وإحنا كنا بنتين وولد، وأصغرنا الولد، وهي كانت شايلة همنا لأننا كنا كل حياتها. المهم، أنا أو يمكن البنت بتحس بأمها أحسن من الرجالة بكتير، يمكن علشان ستات زي بعض. أنا حسيت بأمي وهي نفسها راجل يطبطب عليها ويحن عليها وياخدها في حضنه كده. وافتكرت للأسف عم شوقي ده زمان خالص وأنا صغيرة. ماما كانت في قعدة صفا قالت لي أنا قبل ما قابل أبوكي أنا كنت في علاقة مع واحد، وقالت لي إنه هو عم شوقي وإنه خذلها، وده السبب إنها اتجوزت أبويا. وكانت بتقول كل شيء اسمه ونصيب، بس هي من جواها كانت مكسورة. أصل عم شوقي ده كان أكبر من أمي ب3 سنين، وكانوا متربيين مع بعض، وطول العمر كان يتقال نعمل شوقي. ولما كبروا عم شوقي رفض يتجوز أمي، وقال للأسف إنه شكلها مش قد كده، وهو عايز يتجوز واحدة حلوة. وأمي اتكسرت واتجوزت أبويا، وفات على القصة دي سنين، والست اللي اتجوزها عم شوقي ما صانتوش، وطلقها، واتجوز بعدها 3 مرات وطلقهم كلهم، وفضل عايش وحده ملوش حد في الدنيا، وربنا ما رزقوش بعيال خالص، فهو كان لوحده قوي. وجه في دماغي إن أحسن حاجة ممكن أعملها دلوقتي إني أرجع لها عم شوقي، ده حلمها، ويا سلام لو رجع ويتعذر عن زمان والمية ترجع لمجاريها. واتجرأت معرفش إزاي، ورحت عنده المكان الدكان وقلت له. هو سمعني كويس جدا، وبعدين قال لي بهدوء: أمك ما كانش فيه ست قدرت تنسيني إحساسها. أنا وقتها ما فهمتش حاجة، وبعد ما روحت بساعتين جه عم شوقي ورايا البيت وخبط، وأنا فتحت له وكنت مصدومة، وقال لي: اندهي أمك. رحت جريت عليها، جات جري وحتى ما غطتش راسها، وكانت لابسة لبس بيتي، ووقفت قدامه، بصلها بصة حقيقي كانت الرجولة بتنط من عينيه. أنا يا دوبك شايفة البصة بس، وحاسة بنار بتطلع من عينيه. أمي ما كانتش على بعضها حرفيا. طبعا انتوا متوقعين انهم اتجوزوا، وده فعلا حصل، هم اتجوزوا بس مش علني، هم اتجوزوا في السر، وده كان طلب ماما، وكان على هوا عم شوقي قوي، وكانت بتروح له بيته ويسهروا سوا أو يظبطوا مواعيد، لكن يعيش معانا لأ. وفضلنا على كده، وأنا اتجوزت صبحي، وأختي اتجوزت، وأخويا الصغير هو كمان اتجوز، وفات على جواز أمي وعم شوقي 12 سنة بحالهم. ما كانش فيه أي نوع من المشاكل، لأن ما كانوش عايشين مع بعض، وأمي مش مشيلاه أي مسؤولية تجاه أي حاجة، حتى مصاريفها ما كانتش بتاخد منه جنيه. فالحياة كانت بالنسبة ليهم مع بعض وقت حلو قوي فوق أي وصف. والدنيا مشيت لحد ما ابتدت مشاكلي مع جوزي. أنا اتجوزت شخص، وللأسف كان اختياري، وللأسف اتمسكت بيه. اكتشفت بعد الجواز إنه مدمن مخدرات. هو كان مهندس
وظاهر للناس إنه شخص محترم جدا وبيعرف يمثل كويس جدا ومش بيفوت فرض. الراجل مش بيقوم من على السجادة بتاعت الصلاة، بس كان مضروب بالهروين. عرفت ده من تاني شهر جواز، وحاولت مرة واتنين وتلاتة أعالجه من غير ما أجرحه أو أضايقه أو أحسسه إنه عنده مشكلة حتى. أنا دخلت دبلومة علاج إدمان علشان أعالج جوزي، ومحدش يعرف المصيبة اللي أنا فيها. وفضلت 2 سنين بذاكر وحاول أفهم وحاول أتعامل معاه، وكنت بتحمل أمور ما يتحملهاش إنسان. بس كل ده هو مش قادر يحس بيه نهائي، هو في عالم موازي. وطبعا كنت مخبية على أمي اللي بيحصل في حياتي، وما كنتش أقدر أقول لحد، على أمل إني هقدر أغيره وأصلح. وحصل إنه مرة ما كانش معاه فلوس وعايز تذكرة مخدرات، وكنت معاه في العربية. كان هيسيبني للديلر، ولولا ستر ربنا كنت هبقى تمن القرف اللي بيتهببه. ولما رجعت له قعد يبكي ويقول لي سامحيني. سامحته ووقفت جنبه، بس المرة الأخيرة دي كانت مختلفة، لأني اتحملت كل ده علشان يبقى معايا أنا، علشان يتغير ليا أنا، علشان يكون جوزي وبقى بنيت بيتي. لكنه هو اتعرف على واحدة شمال وبقى بيبات عندها، وجابها لي البيت ونام معاها في أوضة نومي على سريري وأنا مرمية برا. ساعتها بقى كانت بالنسبة لي كل حاجة انتهت. أنا استحملت اللي ما يتحملهوش إنسان علشانه، بس هو مغيب، وأنا كنت فاكرة إني لما أتحمل هبقى ببني بيتي. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. أنا كنت مغفلة، واتضحك عليا واتخذ عمري. هو ده اللي حصل. طبعاً قلت له طلقني، رفض تماماً. جريت على أمي واللي كانت مع جوزها، للأسف كان جوزها عايزها، فبصراحة أمي ما سمعتليش، ورجعت أنا بيتي علشان مخربش على نفسي. ولما رجعت كنت رخيصة قوي في عينيه، وابتدت حلقة الضرب والسب والإهانة والشتيمة وكل حاجة ممكن تتخيلوها، لحد ما في يوم خلى راسي كلها دم. كان هيموتني، ونزل وسابني وأنا غرقانة في دمي. اتصلت بالإسعاف وبعدها أغمى عليا. الجيران اتصلوا بأمي قالوا لها اللي حصل لي. جات لي على المستشفى، طبعا كانت شيطة ومش طايقة حد. المهم سمعت اللي حصل، وراحت نازلة من عندي في المستشفى تدور عليه. هرب منها لأنه كان عارف لو وقع في يدها كانت هتكسره. وعملنا محضر بأنه ضربني، وكنت همشي في إجراءات رفع جنحة عليه، تعدي بالضرب. والتقرير طلع وكل حاجة تمام، وماما في ظهري ومقوياني وموافقة طبعا، وكل الأمور تمام. ورحت من المستشفى. فضلت ماما معايا تقريبا 25 يوم، لأني ما كنتش قادرة أتحرك. وابتدت في الآخر تبقى عصبية، مش طايقة نفسها، مهمومة، وحسيت إن في حاجة غلط. أتاري عم شوقي كل ليلة يطلبها، بس هي مش قادرة تسيبني، فكان ينكد عليها في التليفون وهي مش عارفة تتصرف إزاي. لحد ما لقيت عم شوقي جاي لبيتي ومعاه اللي كان جوزي، وبيقول لي إحنا ما عندناش بنات تتطلق، وأنا اتفقت معاه على مرضاه ليكي، وإنتي هتتنازلي ومش هتصغريني قدام جوزك واجبري بيا، ده أنا زي أبوكي. وطبخ الموضوع وخد أمي وخلع، وأنا لا كنت وافقت ولا كنت عايزة أرجع، ولا أي حاجة من دي كنت مقتنعة بيها. ومر أسبوع ما كناش بنتعامل يعتبر، وبعدها رجعت ريما لعادتها القديمة، وابتدي يضرب يشتم. والإيه أمي تقولي يا بنت الرجالة مش عايزة غير الدلع، اتدلعي عليه وخدي منه عنيه. أقول لها مش قادرة يا أمي، مش قادرة، ده أصله نفسية، أنا نفسيتي قفلت خلاص، مش قادرة. تقولي يا أختي مشي أمورك، وتضحك. وأتاري إن جوزها هو اللي كان بيقول لها الحكايات دي على أساس إنه كده بيساعدني. وهو جوزي رجع ضربني علقة موت تاني، وضربني في بطني، كان هيموتني حرفياً. اترميت على الأرض بين الحياة والموت، وفضلت كده لحد ما الجيران كسروا الباب، وهو قاعد على الكرسي بيتفرج عليا بنزف. ودخلوا الناس، هو هرب من غير ما حتى يسترني. ولاد الحلال هم اللي سطروني. وطبعا اتصلوا بأمي وعم شوقي اللي جاي يقول لا ما تودوهاش المستشفى. أمي قالت له ليه؟ قال لها بيطولوا، سيبيها في البيت يومين وتقوم.
قالت له إيه اللي بتقوله ده؟ قال لها أنا قرفت منك ومن بنتك، انت كل شوية تغيبي وتقولي لي بخدم بنتي، ما البلوى دي سر المصايب كلها، مش راضية تدلع جوزها، عايزة تعملي زيها، إياكي. أمي من غير تردد قالت له طلقني، وأصرت تطلق منه. وعلى فكرة بعدها فاقت واعتذرت لي كتير، وقالت لي إنه كان بيلعب في دماغها وقساها عليا كتير، وأنا كمان اتطلقت. ودي كانت حكايتي واللي عمله عم شوقي علشان مصلحته، وتسبب في أذية كبيرة ليا. وخلصت الحكاية دي، بس حكاياتنا على القناة لسه ما خلصتش. ما تنساش تقولي لو انت راجل، هل ممكن علشان شهوة أو رغبة إنك تعمل زي عم شوقي، تلصم الأمور وخلاص علشان مصلحتك الشخصية، ومش مهم مين هيتضر في الآخر؟ وللبنات، هل شايفة إن الأم هنا غلطانة؟ وهل شايفة إن الأمهات بتتأثر بآراء جوازهم حتى لما تكون الآراء دي مش مقنعة قوي أو مش صح قوي؟ مستنية ردودكم في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناة.